يا رب الزمالك يكسب. يا رب اجعل دفاعات الترجي التونسي كالهش واجعل دفاعات الزمالك كالحديد. اللهم انفخ في صورة عبد الغني وعمر جابر وعمرو السيسي. يا رب الزمالك يكسب. بقول لك ايه، انا النهارده طلع لابس التيشيرتين عشان تبقى عارف، ما هو النهارده مفيش كلام، لازم نكسب الترجي، ادعوا معايا. بقول لك ايه، ما تيجي نتراهن؟ انا براهن النهارده على فراخ بروست ان الزمالك هيكسب بنتيجة 2-1. قد الرهان. الماتشات اللي زي كده انا بسميها ماتشات الهدف الاول، لازم الزمالك يباغت النادي الترجي التونسي ويسجل الهدف الاول، ان احنا عارفين لعب الترجي زي شمال افريقيا كلها بيضيعوا وقت، فهم لو جابوا الجون يا باشا هنتعب جدا. في اول تلت ساعه دفاعات الزمالك بتقدم ضحك كروي، سواء بقى من عمر جابر او حسام عبد المجيد او عبد الغني او دونجا. يا جدعان والله الترجي طلع فريق والله نقدر نكسبه. يا جدعان العبوا. الواد عمر جاله قدام الجون بيتقلش قدام الجون. 1-0 لنادي الترجي التونسي بعد خطأ كارثي بدأوه شيكابالا وأنهته دفاعات الزمالك وعدم تمركز عواد وطلع بدري لا لا، عادي عادي، وانا مش قلت لك 2-1؟ ده الاول اقول الترجي ان شاء الله هنجيب هدفين ان شاء الله يعني. انتهاء الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي على الزمالك بهدف لا شيء. يعني انت دلوقتي غيرت طريقة اللعب بعد ما كنت انت بادئ كويس، وغيرت مركز عمر جابر ودخلته نص الملعب، وبرضه دخلت زيزو ووديته ناحية الشمال اللي هو بتقل نص قوته. وكمان سيف جعفر كان عندك في الماتشات اللي قبل كده كان هو الوحيد اللي بيمسك كوره وبيلاعب الخط الهجومي بتاع نادي الزمالك، ما تلعبهوش وتنزل لك عمرو السيسي. ونيمار برضه ما تنزلهوش وما تلعبش بيه. في ايه يا عم جدو؟ في ايه؟ ده انا كرهت حياتي. هنعمل ايه طيب في الشوط التاني؟ قول لي هتعمل ايه. منزل لي شيكابالا اللي هو اساسا بحكم سنه فهو بيدي لك الزبط كده في الشوط الثاني في اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه. تبدا باللقاء ليه اصلا؟ يا جد ارحمني. بداية الشوط الثاني ونزول أحمد بالحاج وخروج عمرو السيسي، وبتوقع إن أحمد بالحاج هيبقى مفاجأة الماتش ده وبإذن الله هنكسب. إيه ده؟ في إيه؟ في إيه؟ يا رب ما يا أختي. الهدف الثاني لنادي الترجي وخسارة الزمالك بهدفين. لعبنا 3 ماتشات، خسرنا في ماتشين وتعادلنا في ماتش، ما سجلناش ولا جون. حسب الله ونعم الوكيل في شوية الحقات اللي احنا بيلعبوا عندنا دولت شوية موظفين، ولا عندهم انتماء ولا عندهم اي حاجة يقدموها. لعيبة لعيبة بتحرق دمنا وبس. عايزين مننا ايه؟ عايزين تموتونا؟ حرام عليكم ليه كده؟ مفيش لاعب فيهم عنده حمية، مفيش لاعب فيهم عنده دم يلعب كويس، مفيش. ليه كده؟ ليه؟ افريقيا خلاص بقى، خلاص بقى، باي باي يا افريقيا، باي باي. ده احنا نستاهل الحرق، نستاهل الشنق، نستاهل النيله. حرام اللي بيحصل فينا ده والله، حرام اللي بيحصل في جماهير الزمالك ده احنا بنموت ولا حد حاسس خالص.